بقينا بنخاف نشارك حد همومنا وأوجعنا عشان محدش في يوم يذلنا بيها. وعلى رأي المثل، ما تديش سرك لحد، سرك لنفسك تعيش ملك وملكش ملكة، محدش يرسى ليك على بر. المثل ده فيه خلاصة الوجع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. أهلا بيكم في قناتي هنحكي مع روح. احنا مش اتولدنا واحنا بنكتم جوانا، اتولدنا واحنا بنعيط وبنصرخ بصوت عالي، بنقول فيه وبنعبر عن اللي جوانا. احنا جعانين، احنا خايفين، وبنقول فيه احنا موجوعين. بس في يوم ومش فاكرين امتى بالظبط حد سمعنا ولوانا. يمكن أمنا كانت بتفضفض لجارتنا، يمكن أب زعل من صراخنا، يمكن كان في صاحب لينا ضحك علينا في وقت غلط، ومن ساعتها اتعلمنا إن مش كل الناس تستاهل قلبنا، وإن لما أنت بتتكلم الكلام بيتقلب عليك، وإن أحسن حاجة تقول أنا تمام. وده ما بيكونش قوة، ده بيكون جرح اتحول لعادة، وده اللي بيحصل جوانا فعلا. الواحد بيمشي في حياته وهو شايل كل حاجة لوحده، بيصحى من نومه وهو شايل تقل ومش عارف منين، بيبقى بين ناس بتحبه ويحس انه لوحده، يلاقي حد يقوله قولي ايه اللي بيضايقك، وهو مش قادر، مش عشان مش عارف، عشان الكلام اتجمد جواه من زمان. ومن بره بيبتسم وبيقول أنا تمام. وده أصعب تعب اللي محدش بيشوفه، حتى هو نفسه بيقول لنفسه إن في ناس تانية عندها مشاكل أكبر وبيبلع وبيكمل. بس في حاجة محدش بيقولها لكم، إن الكتمان ده بيكلفكم الناس اللي بتحبكم، لأنهم بيحسوا إنكم بعيد ومش عارفين ليه. بيكلفكم جسمكم، الصداع المستمر، التعب والضغط من غير سبب واضح، وبيكلفكم نفسكم، لأن لما بتكتموا لفترة طويلة بتبدأوا تصدقوا إن اللي بتحسوا بيه مش مهم، إن انتم مش مهمين، والحقيقة إن انتم مهمين، بس اتعلمتوا غلط إن سرك لنفسك تعيش ملك. بس في فرق كبير بين اللي بيصمت وهو حاسس بقوة، واللي بيصمت عشان اتجرح وخايف. عشان كده مش هقولك اتكلمي مع أي حد، هقولك تتكلمي مع الناس الصح. في ناس في حياتك تستاهل قلبك، دوري عليهم، ولو انتي لسه مش لاقياهم، ربنا سبحانه وتعالى شايفك وعالم بيكي، وأنا هنا هكون معاكي، هتلاقيني بتكلم عن كل اللي جواكي. لو انتي حسيتي ان الكلام اللي انا قلته لمس فيكي حاجة، وقفي الفيديو، ضغطي لايك، اشتراك في القناة لو انتي مش مشتركة معايا، وسيبيلي تعليق بكلمة واحدة بس، انتي تمام او مش تمام، عشان اعرف ان انتي كنتي موجودة معايا. حبايب قلبي اللي وصلوا معايا لحد هنا، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لأكتر حد، والاشتراك في القناة
عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.